حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح الورد، صباح العسل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في يوم جديد، بس عايزين قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نتكلم في اي حاجة، هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. وكمان حابة ارحب بحبايبي اللي داخل مصر وخارج مصر. بقول لكم منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. تحياتي ليكم كلكم، متشكرة جدا على الكلام الطيب اللي بتكتبوهولي، ومتشكرة لأي حد يعني بتشترك في قناتي وتفرحني لو بتعليق. تمام. طبعا قناتي قناة روتينات. قناة الحمد لله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بتقدم محتوى حلو قوي للبنات، بتفيد البنات. قناة محترمة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يقدرني كده وأقدر أعرفكم معلومات كتيرة قوي هتفيدكم إن شاء الله. في بيتكم ومع أزواجكم كمان ومع أولادكم وفي حياتكم اليومية، وازاي نمشي بيتنا لو بأقل حاجة. واهم حاجة من ده كله، عايزين نرضى باللي ربنا قسمه لنا، والرضا بالمقسوم عبادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. طبعا بصوا بقى، انا بغسل في الوقت ده وفي نفس الوقت كنت بخبز قرص في قلب البوتاجاز اللي ورايا ده. تمام. طبعا كان عندي فرن كبير، بس معرفتش اخد العفش بتاعي عشان حصل ظروف وكنا لازم نسيب البيت فورا، ومعرفتش اخد اي عفش بتاعي. تقول العفش بتاعك والبيت راح فين؟ العفش بتاعي اساسا مش موجود في البيت اللي انا كنت فيه. تمام. والبيت بتاعي ان شاء الله هقول لكم ايه اللي حصل، ويا ترى بحته ولا ما بحتوش، ويا ترى اتاخد مني غدر من ناس ما يعرفوش ربنا، ويا ترى العفش بتاعي راح فين، ويا ترى دلوقتي انا قاعده ليه في شقه ايجار مفروشه، شقه طلبه. اظن اول واحده يوتيوبر تقعد في شقه طلبه هي وجوزها وولادها. تمام. مش عيب ولا حرام، اهم حاجه اللي احنا نرضى باللي ربنا قسمه لنا واللي ربنا كتبه لنا. واكيد زي ما ربنا قال ان مع العسر يسر. فربنا اكيد ان شاء الله زي ما ضيق عليا وعلى ولادي، او حصل يعني شويه ظروف وضغوطات، اكيد ربنا هيبعت لي الفرج قريب قوي، وانا املي في ربنا كبير. عايزاكم بس تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم. طبعا مش معنى مثلا ان انا رحت قعدت في شقه طلبه او شقه مفروشه الا انا ما افرحش انا وولادي وما نعملش كحك وبسكوت. انا عملت كيلو من الكحك وكيلو من القرص، وفرحت ولادي وفرحت البيت اللي انا فيه وظبطت الدنيا. في نفس الوقت كنت بحط دور في الغسالة واخد اشطف، وفي نفس الوقت كنت سايبة الصاج جوه، كل ما اطلع صاج وبحط صاج. عملت صاجين قرص وصاجين كحك، والحمد لله احسن ما يكونوا ولادي يبصوا لاي حد او يكون نفسهم في اي حاجة. ما خليتش نفسهم في حاجة. على قد بقى الحافي مديت رجلي، زي ما بنقول كده بالمثل المصري، على قد لحافك مد رجليك. والله ده اللي انا قدرت اعمله. وعشان اخبز الكحك والقرص في البوتاجاز كان صعب جدا يا جماعه. طبعا بوتاجاز بسيط جدا، ولا فيهوش شوايه ولا فيهوش اي حاجه، وبقيت احط صاجين فوق بعض، صاج فاضي على صاج فيه الكحك عشان ما يحمرش من تحت، واحاول اظبط السوا بتاع الكحك والقرص. تمام. رحت كده بقى البلكونه، خلصت كده، فاضل لي اخر دور يعني اشطب بقى الغساله. قلت بقى ايه، اعمل تنظيف عميق للبيت اللي انا اللي انكتب عليا اقعد فيه، وانا اساسا يعني الحمد لله رب العالمين. قلت برضو يعني ايه، هو متهان وواخدينه كمان يعني رخيص شوية عن بيوت كتير شفناها. كان ايجارها غالي جدا، على الرغم اللي هو اقسم بالله العظيم هو غالي علينا قوي، بس هو احنا ما لقيناش ارخص من كده. لو كنت لقيت عيش ارخص من كده انا كنت هقعد فيها واحمد ربنا، برضو امشي نفسي، هعمل ايه؟ فانا ما لقيتش ارخص من كده خالص، هو ده اللي كان قدامي رخيص عن الاسعار التانية. طبعا واخدينه برضو يعني 2250، غير المية والكهرباء والغاز والحاجات دي كلها تدخل لها في 3000، كتير قوي 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 علينا. وبوظ لنا الدنيا، يعني بوظ لنا الدنيا خالص، بوظ لنا ال 3000 دول، بوظوا الدنيا وبوظوا حياتنا. فالحمد لله ربنا ما بينساش حد، ما بيخلقش حد وينسى يرزقه. في ربنا، بدل في ربنا انا مبسوطه وسعيده وفرحانه الحمد لله رب العالمين. طبعا المناظر الطبيعيه الجميله دي بقى، شايفين الجمال والخضره والطبيعه.
كان لسه بقى النهار طالع والدنيا زي الفل. في طاقة كده، عايزين يكون في نشاط وحيوية وطاقات إيجابية وعايزين نقوم نشوف حاجة بيتنا حتى لو الدنيا وقفت كلها قدامنا. عايزين نتحدى الظروف يا جماعة، وما يهمناش أي حاجة بدال ربنا موجود. أقسم بالله العظيم لو الدنيا دي كلها وقفت لي كده في ربنا مش هيهمني اي حاجه، واقوم واقع واقوم واقع واقوم، ومش هيهمني اي حاجه خالص. دلوقتي بقى ايه، كنست كمان البلكونه، ورحت جايبه بقى حته قماشه مبلوله امسح السور كده يبقى نضيف، ما بقاش عليه ترابه ولا حاجه، على الرغم ان انا على طول بنضف يعني اول باول. الحته اللي بقعد فيها بنضفها الحمد لله وخلاها زي الفل. واروح مسح الاحبال كمان عشان ابتدي انشر بقى على نظافه وعلى اظبط الدنيا كده. تمام. رحت جايبه الشرشوبه بتاعتي بقى اللي الحمد لله عرفت اخدها يا وجعت. انا خدت شويه حاجات لحقت نفسي، وخدت شويه حاجات باقي الحاجه ما خدتهاش الحمد لله رب العالمين. عايزين بقى، عايزه اللي لسه ما اشتركتش في القناه يلا انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وعايزه كل بنوته بتسمعني يلا قومي ساعدي مامتك وقفي معاها في العيد، او قعديها خالص خليها تستريح تشم نفسها، عشان اقسم بالله العظيم ده الامهات دي بيطلع عينيها. انا مجربه الحكايه دي اقسم بالله العظيم. تحيه مني لكل ام، تحية مني لكل بنوتة بتساعد مامتها، بتقف جنبها وبتساعدها. لو بتنشر لها الغسيل وتغسل لها شوية غسيل، بتعمل لها طبخة، تعمل لها حاجة. طبعا الغسيل كان تقيل عليا جدا. بص ماسكة ظهر بقول يا ظهري من أول من أول الصباح بقول يا رب اكرمني وعوض عليا يا رب العالمين. حطيت على السور وبعدين نزلت مع السور على الأرض عشان الغسيل كان تقيل عليا جدا جدا فما تتخيلوا. بدأت بقى ايه كده انشر بقى، والشمس طالعه اهيت وزي الفل والدنيا زي الفل عشان الغسيل بتاعي يلحق ينشف. وعايزة كمان تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. احنا في اخر ايام مفترجة، الدعوة دي يا جماعة مستجابة، وعايزاكم تقرأوا قرآن كريم، هو ده اللي هيقف لنا في الدنيا وفي الاخرة. هو ده اللي احنا هناخده معانا واحنا ماشيين. مفيش حد بينفع حد، مفيش حد بيخاف على حد، مش بيأسك ولا حطمك ولا الكلام ده. لا، عايزين نطلع من الدنيا مستفيدين، عايزين نطلع بالأجر والثواب في رمضان، عايزين نطلع مجبورين الخاطر، عايزين نبقى سعداء بالدين الإسلام بتاعنا اللي ربنا أنعم علينا بيه، وربنا بيحبنا عشان خلقنا من المسلمين. الشكر ليك يا رب، الحمد لله رب العالمين. ربنا يفرحنا بأعيادنا ويسعدنا كلنا ويسعد أولادنا يا رب العالمين. واحنا بنعمل حاجة كده نبقى مبسوطين وراضيين وسعداء، حتى لو احنا تعبانين ربنا يخلينا لأولادنا ونعمل لهم لحد آخر يوم في عمرنا. ونفتكر كده لما كنا صغيرين وهم أو أولاد صغيرة كده كنا بنساعدهم، عشان لما نكبر في السن نقول له فاكر يا ما كنت بعمل لك، فاكر يا بنت ما كنت. أنا مش بعايرك، أنا بس بعايرك. كده الفيديو يكون خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم ومع السلامة.